تأييد شعبي، ما وصل إلى ما وصل إليه من بناء جيش، من امتلاك ألوية، من امتلاك محافظات، ومن امتلاك كل شيء. هذا من سمعناه كثير. وين لماذا ومن هذا الشيء من عندكم؟ للأسف الشديد يا أساتذة الشرعي، أنتم وجهكم كل سهاماتكم على الجنوبيين اللي تحررت بلادهم، والذي قاتلوا من أجل أرضهم وعرضهم، من أجل دولتهم، من أجل استعادة الدولة. مش مشكلة إذا افتخرنا في الإمارات، فهي جزء لا يتجزأ من التحالف العربي، ووقفت معنا ضد الاحتلال المتجرثم الاستيطاني اللي كان داخل أراضينا، وطردناه شر طرده. صحيح هنا موجودات عوائق كثيرة لحق الاستقلال. هل تريدنا أن نعلن استقلالنا زي كردستان، أو نعلن حق تقرير مصير ويفشل زي كردستان العراق؟ هذه مصيبة. هذا زي ما كردستان عندما فعلوا في استفتاء وما حد اعترف بهم، انتهت قضيتهم. الآن المشكلة اللي نعاني منها هي بغايا بعض القوى السياسية الموجودة المتراكمة عندنا، ولكن إن شاء الله قريبا هناك سوف يكون أمر واقع أخي أسعد. صحيح يعني أنت الآن تبني دولة، وبعد ما تكمل تبنيها تعلن الانفصال. شيء أكيد. يعني إيش نعلن الانفصال بعدين نبني دولة؟ أنت داري إن 30 سنة، لحظة 30 سنة من الجهل والتدمير وهدم. الآن تدري إن الآن احنا نبني الإنسان، تدري ولا ما تدري أن هناك في جهل في حصلت يعني من فوق ما تتصور. وصلوا الناس إلى مرحلة الجهل، إلى مرحلة يعني لا دراسة. يعني وصل فيهم الحقد ان حتى المدارس يعني لا يدرسوا فيها بامانه ولا بصدق. اوكي طيب، شوف يا اخي، بناء الانسان هذه ممكن تناقش معك، يعني وكأن الانسان تم تدميره ما بعد الوحده، وكأنكم من قبل كنتم نوابغ، ما شاء الله نوابغ، بعد الوحده اصابكم الغباء والتبلد ولا شيء. ما هذا العبارة بناء الإنسان يعني غير منطقية. أنت لست جزء من التحالف، لا، أنت فصيل تابع للإمارات العربية المتحدة. الذي جزء من التحالف الشرف الكبير، ولنا الشرف الكبير. طيب لحظة يا أخي، لحظة، أنا سأعطيك الوقت تتكلم براحتك. أنت لست جزءا من التحالف. الذي هو جزء من التحالف هي الشرعية. رشاد العليمي هو جزء من التحالف، واليوم عيدروس الزبيدي هذا الذي في الصورة رئيسك هو تحت إمرة المجلس الرئاسي، يعني فأنت لست لوحدك جزء من التحالف. أنت أداة إماراتية تدعم منهم، توجه منهم. في كفيل إماراتي في عدن هو الذي يقول لك متى تنام ومتى تخرج ومتى تسير ومتى تجي وماذا تلبس وكيف تصلحه وكل حاجة. في الآخر جيت تقول لي حررنا. وش حررت؟ أنت لا تملك أمرك في عدن. هذا أمر لا تستطيع أن تنكره. لا تستطيع أن تفصل مدير مدرسة دون أن تعود إلى المرزوقي. ما المرزوقي هو في سقطرى ولا في عدن، إلى الكفيل الإماراتي. حطوا لكم في كل مدينة كفيل ترجعون إليه. حتى لو تنوين أنك تغير رنج عمارة كذا ترنجها لازم تستأذنه، وجيت تقول لي أنا محرر. من قال لك أنك محرر؟ قسما بالله أن عدن محتلة وسقطرى محتلة، بدليل أنه يرفرف فيها علم غير علمكم. هناك علم غير علمكم. يعني كل الناس لهم تحالفات، إلا تحالفك مع الإمارات. شكرا إمارات الخير على إيش؟ والكهرباء تقتلكم يا أخي. الجيب الخلفي حق عبد الله بن زايد محمد بن زايد يقدر يولع لكم الكهرباء بكرة، لكن معيشينكم والله ما هم دارين وين أنتم. وأنت شكرا إمارات الخير وشكرا إمارات المدرمة. أنت لست محررا ولست محررا، أنت محتل إماراتيا. سمي أنت تحالف، سميها صداقة، سميها ما شئت، أنت بتضحك على نفسك. أما إذا أنت مؤمن أن هؤلاء يعني حكام الإمارات جاءوا لك لعدن علشان سواد عيونك وعشان طلبا للأجر والمثوبة، فأنت غلطان. وإذا كنت تظن أنه من مصلحتهم أن يكون في عدن حكومة قوية مستقلة، فأنت غلطان. تعرف ما معنى أن يكون في عدن حكومة قوية يمنية أو جنوبية أو حتى جيبوتية؟ ما لنا علاقة، سموا أنفسكم مش مشتيكم. يعني معناته هذا أنتم ستسيطرون على الموانئ، ستسيطرون على ميناء عدن، وهذا الكلام لا يقبله الإماراتيين. وبالتالي الإماراتيين لا يقبلون بكم كدولة ذات السيادة، يقبلون بكم تابعين. أنا أعملك دولة،
أنا إذا أنت تريد دولة، أنا أعملك دولة بمزاجي أنا، بمواصفاتي أنا، وأديرك أنا من أبو ظبي بالواتساب، طبعا بوجوه يمنية بعيدة، روس وشلال. شوف الصورة اليوم لابس لي حق الإمارات، وهنا عبد الله بن زايد وهنا محمد بن زايد. هذه قدي عبودية يا صاحبي، ما عادوا شيء، لا تحالف ولا علاقة سياسية، هذه ما عادش علاقة سياسية. هذا الشيء الأخير، عيدروس يعني وعدكم أكثر من مرة أنه في عام كذا سيكون الانفصال، وفي عام كذا سيكون الانفصال، لكنه لم يحصل انفصال، ورغم الدعم الإماراتي ورغم الإرادة الإماراتية، بل وحتى الرضا السعودي. حتى السعودية ما عندهاش مشكلة في الانفصال الآن، ولا هي سائلة في الانفصال الآن، لكنكم لم تنفصلوا لأنه أهل أبين لا يطيقون الضالع، ولا أهل حضرموت يطيقون شيء واحد من يافع، ولا أهل شبوة طايقينكم. الآن صاحب شبوة في ذممكم دم، الذي قتلوا عبر الطائرات الإماراتية وقتلوا أبناء شبوة تتحملوها أنتم، يتحملها عيدروس وأهل يافع والضالع. ثأراتكم المناطقية ستكون أوسخ من 13 يناير 86، أوسخ بكثير. يعني لا أبين قابلتك، ولا حضرموت قابلتك، ولا شبوة قابلتك، ولا حتى عدن اليوم يلعنون المجلس الانتقالي ليل نهار، ما قدر يوفر لهم كهرباء في الصيف، كهرباء، ويجي يقول لك احنا نبني دولة. يا حبيبي انت ما تبني دولة، الشعب في المحافظة الجنوبية هو الذي يمنعكم من الانفصال. تفضل يا أخي حق الرد. حق الرد، أول شيء نبدأ لك على خطوة من بداية كلامك. لما بديت تتكلم أنت تكلمت أن الإمارات وإني أنا محتل اليوم من الإمارات، وإن راية الإمارات، والله راية الإمارات نفتخر بها كما نفتخر بأي راية سعودية، باستثناء عزك الله وأجل الله المستمعين قطر، الذي كانت هي الداء، يعني المنبع الإرهاب كانت. ثاني شيء نتكلم بخصوص، أنت تكلمت بخصوص أهل أبين وشبوة ومن هذا الكلام. والله أهل شبوة أكثر ناس مرحبين في المجلس الانتقالي، وراح تعقد هناك الجمعية العمومية هذه المرة. أبناء حضرموت شفتهم أمام عينك، خرجوا بالملايين تأييد المجلس الانتقالي، وأنت بتتكلم للإمارات. لحظة لو سمحت لا تقاطع. ما أنت يوما من الأيام طلعت بتدافع على قطر؟ ما أنت يا أسعد ما بتقول أنتم مرتزقة وأنتم ماذا نقول عليك أنت؟ إذا كنا نحن مرتزقة ماذا نقول على أسعد الشرعي عندما طلع يوم من الأيام يدافع عن تركيا، وسمى أردوغان إنه الفاتح وإنه وأكثر من ملايين الدولارات تذهب إلى إسرائيل من تركيا، والدعم العسكري يروح لقتل أخواننا في غزة عبر تركيا. أنا أخجل على أسعد الشرعي لما يسمي ناس بالمرتزقة، هو أكبر مرتزق. يوما من الأيام طلع يدافع على قطر في اتجاه المعاكس. أين الارتزاق؟ عندما تتكلموا على الارتزاق وعندما تتكلموا على شيء اذكروا الشيء اللي عملتوه. ثاني شيء أسعد الشرعي يقول إن الطيران الإماراتي قتل أبناء شبوة وأبناء أبين في الطيران. هذا غير صحيح، بل قتل ناس إرهابيين أتوا لنا من أقصى شمال الشمال، منهم الدواعش، منهم الأخوان المسلمين الذين هم